عنده وفاء الله ما بينسى، عنده حب صادق للعلماء الله ما بينسى. هذا أبو إيش؟ أبي يوسف، هذا هو الموظف في الأموي تركماني، عنده هي غرفة العبايات أبي يوسف. واسأله اسمع منه هذه القصة. أول مرة ابتلي بالسرطان بحنجرته والله. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي شو سيدي قال له إن شاء الله ندعو لك في عرفات. دعا له في عرفات، ربي شافاه. بعد وفاة شيخنا بعد 12 سنة من هذا اختفى صوته. فهذا الدكتور قال له دير بالك، قال له هذا بيخلف، هذا شو سيدي اختفى صوته والله. شيخنا الشيخ عبد الرزاق توفي، جاء عن سيدنا يحيى حصور سلم عليه وقال له يا رب جاء سيدنا يحيى حصور. وصار بقى هيك يدعو انه يا ربي هذا الشيخ عبد الرزاق بحياته راح دعالي، طب هلا انا شو اساوي بحالي؟ شو سيدي يا رب اكرام لهذا النبي، اكرام لهذا الولي، تعافي. نام فاذا بي شاف شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبيبي جالس في غرفه كلها جواهر من ذهب كلها، والطاوله جوهره والكاسه والفنجان. والله انا يا سيدي المره الماضيه دعيت لي وهلا انا شو اساوي؟ قال له خلاص يلا فوت عملنا كاس الشاي. فكان يدخل شيخنا هو يصب قهوه احيانا. شو سيدي؟ قال له دخل كله جواهر غلا له كاس الشاي. قال له تفضل. شرب منها شيخ؟ قال له خذ اشرب. قال شربت شرابا ما في بالدنيا مثله والله. قام اولاده يبكون انه والله هذا معه سرطان وبده يدعو، وجدهم يبكون، هو مسرور. قال له انتهت القصه. لك ما الامر؟ قال له خلص شو فيه؟ لك ما الامر؟ قال له والله رايته كيت وكيت. عملوا خزعه. قال والله راحت الشغله كلها. سنه لانه في الجامع الاموي يا عم ابو يوسف. صدقه ووفى وصله صادقه مع الشيوخ. هلا الطلاب ما بدهم صله. هلا بيقعد واحد قال لي انا 10 سنين بحضر درس. قلت له والله ما بعرف انا اسمك ولا بعرف اسمك انا. قال بقعد خلف العضاضه. قلت له ليش تتعير يعني تقعد هون؟ العلم سرقه انت. اما ان اقول حقا قعود معنا على المكشوف، او عم بحكي باطل لا إلك واحد ثاني. اما جاي تسرق العلم انت من خلف العضاضه وتمشي تقول لي انا 10 سنين بحضر عندك بس بتخبى ليه؟ هذا اخر زمان. سمعتها؟ هذا اخر ايه؟ زمان وصلنا اليه.